السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث ثانوي، أهلا ومرحبا بكم. قد عدنا من جديد في ليالي الامتحان، ليالي امتحان اللغة العربية. هانت يا شباب، كما نقول ونكرر في الفترة الأخيرة دي، خلاص احنا في موسم الحصاد، في موسم الجني، جني المحصول، جني الاجتهاد، الجهد والاجتهاد اللي بذلته طول السنة. خلاص في الساعات القليلة ديت إن شاء الله بمزيد من التركيز هتحققوا اللي انتوا عاوزينه إن شاء الله، هتوصلوا اللي انتوا عاوزينه إن شاء الله. طيب، احنا في ليالي الامتحان بنحل من ضمن اجزاء ليالي الامتحان بنحل امتحانات الثانويه العامه، بالاضافه حلينا قبل كده الاسترشادي، ومعاكم مع امتحانات الثانويه العامه. النهارده هنحل الامتحان الثانويه العامه اللي هو العام الماضي 2025 2024 2025، اللي هو امتحان العام الماضي، لان طبعا امتحان هذا العام هيكون نفس صوره طبق الاصل من امتحان العام الماضي، بالاضافه للنماذج الاسترشاديه اللي حليناها. فيلا بينا نشوف النموذج بتاعنا، مش هنطول عليه كتير. نشوف معانا الامتحان ونقول على بركه الله، بسم الله توكلنا على الله. عندك طبعا انت خلاص، بقى في جزئيات يعني خلاص ما عادش ينفع الكلام عليها. البوكلت بقى بتاعك انت عرفت انت اي نموذج، الف او باء او جيم او دال أو ايا كان النموذج اللي انت معاك، خلاص خليك حريص وعرفت ازاي تتعامل مع البوكلت. لكن بما انت الاول مره هتمتحن اللغه العربيه بنظام البابل شيت، خلي بالك المواد الغير مضافه كان عددها قليل، انما البابل شيت معاك هيبقى معاك 51 نقطه هتظللها، بالاضافه لاربع نقاط، اربع اسئله هتكتبهم مقالي. يلا تعال نشوف امتحاننا، امتحان 2025 كان نظامه ازاي وكان موجود ازاي. قال لي مما كتبه الادباء في فضل كتمان السر. طبعا النموذج اللي معانا اللي هو النموذج، لو انتوا بصيتوا كان هو النموذج جيم. النموذج معانا جيم، خلاص انتوا بقيتوا عارفين انتوا كل واحد عليه نموذج. النموذج جيم هنا بادئ بالنص النثري، يعني بادئ بالايه، بالنثر، بدأ بالنثر، تمام. فبيتكلم عن فضل كتمان السر، وبدأ السر كالزهرة. خلاص يعني المقال هنا مقال فيه نوع التصوير والتشبيهات للإقناع، فهو مقال أدبي. هو معانا اهو، السر كالزهرة إذا قطفت ذهبت معها الثمرة المرجوة، والسر قطب تدور حوله دواليب الحياة، فلا تقف. فإذا بحت بسرك إلى غير محب كتوم عوقت أمانيك عن الدوران، إلى آخر الجملة. طيب أنا عندي كالعادة بحدد الفقرات معايا، الفكرة الأولى ودي الفكرة الثانية معايا، ادي الفكرة الثالثة، ثم الفكرة الرابعة. طبعا مع الفكرة الرابعة مديني بعض الكلمات يا جماعة. طبعا احنا قلنا عشان هنقرأ الفكرة بتاخد مننا وقت، واحنا في ليالي الامتحان محتاجين كل دقيقة انت قرأت الفكرة هنيجي نتعامل عليها، هنيجي نحلها دلوقتي واحنا بنتعامل معاها. طيب انا عندي مديني مجموعة كلمات، عادي المجموعة الكلمات اللي مديها لك ديت اقرأها، لانها هتفتح لك بعض المجالات في الاجزاء اللي قدام. طيب تعال نشوف السؤال اللي عندنا الاول عاوز ايه. بيقول لي ما الكلمة التي تؤدي معنى يذرو اسراره. يذرو اسراره، لو انت جيت لها هو قال لك كمان حتى عشان احنا نسينا، فاهي في الفكره الرابعه قال لك هتلاقيها، هو محدد لك قال لك في الفكره الاخيره اللي هي فكره رابعه، لان هو اربع فكرات. بيقول ايه؟ فلا تفتح يا اخي بابا تعجز عن اغلاقه، ولا ترمي سهما لا تستطيع رده، ان من يذر اسراره، يذر يعني ينشر، وذلك مصداقا لقوله تعالى تذروه الرياح. ينشر هنا اسراره في مهب الرياح، لا هو كمن يطلق من قفصه طيرا يعز عليه ان يفارقه. اذا هي ينشر. طب تعال نشوف كده، هل في معنى؟ طبعا معايا ينشر اهيت، يتخلى عنها، لا هي ينشر ايه؟ يذرو اسراره، اي ينشر ايه؟ اسراره ينشرها، فهي الادق معانا. وده السؤال الاول. السؤال الثاني، استنتج دلاله عباره اخو الحزم، اللي هو الحازم يعني اخو الحزم هو من امتلك قياد سره. في الفكره الثانيه هترجع تقوم راجع قارئ الفكره الثانيه. تعالوا نشوف الفكره الثانيه اهي، يعني انت عندك ادي الفكره الثانيه اهي، تقوم قارئها. قيل هناك اربع خصال تدل على الجهل، حتى الجمله دي اجمال صح، وما بعده هيبقى ايه؟ تفصيل، وما بعده هيبقى تفصيل، يعني وانت ماشي بتبقى عارفها. هناك اربع خصال تدل على الجهل: صحبة الجهول، وكثرة الفضول، وإذاعة السر، واحتقار البر. فأخو الحزم هو من امتلك قيادة سره فلم يدعه يشرد
لكن من يفتح على أعين الحساد سجل أفكاره ليطالعوه هيهات، اسم فعل ماضي معنى بعد، أن يبلغ مأربا أو ينال غاية. فأمناء الأسرار أندر من أمناء الأموال. تمام. والسر حمل ثقيل لا ينهض به غير الحازم، لا ينهض به غير الحازم من البشر، فالسر على خفة محمله قلما ينهض به أحد. إنه كالأمانة، بل هو أعظم أمانة لا يحملها إلا المجمل بمكارم الأخلاق. طب لما نرجع للسؤال بقى، أنت قرأت الفكرة اهوت وركزت في الفكرة، ارجع بقى للسؤال كده. استنتج دلوقتي أخو الحزم هو من امتلك قياد سره من خلال الفكرة. يبقى المؤتمنون على السر لا، ولا أخو الحزم هو من امتلك قياد سره. يبقى إذن قدرة المرء على كتمان سره دليل قوته، قدرته على كتمان سر. يعرف الرجل بقوته. ما الدليل على قوته؟ هو كتمان السر، هو كتمان سر، ودي من خلال الفكرة قالتها. طب مشاركة الناس أسرارهم؟ لا طبعا، إنما هو بيقول أخو الحزم هو من امتلك قياد سره، أي امتلك لسانه وكتم سره، فهذا دليل على قوته. الأقوياء هم من يعلنون أسرارهم. الإجابة طبعا خطأ، إنما الإجابة هتكون ب. نروح للسؤال رقم 3. استنتج المغزى من قوله أمناء الأسرار أندر من أمناء الأموال، اللي احنا كنا شدنا عندها خط في الفكرة الثانية أيضا. أمناء الأسرار أمناء الأسرار أندر من أمناء الأموال. طيب هنا التأكيد على المكانة العظيمة لمن يحسنون الظن؟ طبعا لا. بيان أن بعض الأسرار أهميتها لا تقدر بمال؟ خطأ، إنما تأكيد خطورة بوح المرء بأسراره والتحذير من ذلك. الخطورة إن يبوح بأسرار والتحذير من ذلك، يبقى تأكيد خطورة بوح المرء بأسراره والتحذير من ذلك. أما بين أن من يؤتمن على المال يؤتمن على الأسرار، لا، أنا ببين خطورة البوح. لذلك بيقول لك إيه؟ أمناء الأسرار أندر من أمناء الأموال. من النادر إنك تلاقيهم أساسا. فخطورة بوح المرء بأسراره، إنك تبوح بأسرار. السؤال رقم 4 بيقول لي وزن بين ما طرحه الكاتب في هذا النص وبين مقولة المرء بأصغريه قلبه ولسانه. طيب المرء بأصغريه قلبه ولسانه، المطلوب هنا فيها اللي بتثبتها المقولة المرء بأصغريه قلبه ولسانه، معناها أن الإنسان الإنساني يكون بسلامة القلب وطيب اللسان. تمام. طب الكاتب هنا بيدل عليه المقال عاوز يقنعني بيه اللي هو حفظ الأسرار، كتمان السر. طب تعال نشوف بقى، كلاهما تناول ما يميز القلب واللسان على سائر الأعضاء؟ لا. الكاتب حذر من خطورة إفشاء المرء سره لمحب كتوم، والمقولة تناولت فضيلة العطف. طبعا خطأ أساسا. الكاتب وضح أن ضبط اللسان دليل قوة القلب، احنا لسه حلينا من شوية دليل قوة القلب كتم اللسان، ضبط اللسان دليل قوة القلب. والمقولة تعني أن صلاح المرء بسلامة قلبه وعفة لسانه. صح، يبقى إذن هي جي، الإجابة جي. طيب كلاهما يحذر من قبح الكلام وقسوة القلب؟ لا طبعا، ما جابهاش هنا. الأول ما اتكلمش عن قبح الكلام ولا قسوة القلب، ده بيتكلم عن السر وكتمان السر. طيب نروح للسؤال رقم 5. السؤال رقم 5 بيقول لي هات من النص ما يشير إلى أن إفشاء أسرار الوطن جريمة تضر بمصالحه وتخدم مصالح أعداء. بالسؤال بيقول لي هات من النص، يعني هجيب من النص، خلاص احنا اتعودنا. هات من النص اللي قدام، سواء النص النثري أو النص الشعري. تمام. طيب بيقول لي هات من النص ما يشير إلى أن إفشاء أسرار الوطن جريمة تضر بمصالحه وتخدم مصالح أعدائه. طيب أنا عاوز دي بص عنا أول نقطة كده، من ينكر منا خطر الجاسوسية؟ تمام. حروب خفية بين دول تسدل على خططها سطورا كثيفة تحفظ مصالحها، وبين دول أخرى تسعى إلى اكتشاف تلك الأسرار. دي صح معانا الجملة دي. ليه؟ لو لاحظت هتلاقي هنا ان هو بيقول لك ايه؟ ما يشير الى ان افشاء اسرار الوطن جريمه تضر بمصالحه وتخدم مصالح الاعداء. ففي هنا الجاسوسيه بتعمل ايه؟ بتحاول بتحاول تنشر، بتحاول تاخذ اسرار الايه؟ الدوله اللي هي فيها، الدوله اللي تستفيد منها وتضر بها. صح؟ يبقى اذا في هنا افشاء السر، سر الوطن، طبعا جريمه تضر بمصالحه وتخدم مصالح اعدائه، ودي من خلال الفكره موجوده معانا اللي هي الجمله. طب بص على التانيين، هناك 4 خصال تدل على الجهل. صحبه ملهاش علاقه
بإفشاء أسرار الوطن هنا خالص، لأن أنا بتكلم على أنواع الخصال الجهل. قال عمر بن عبد العزيز: القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها. تمام، بس ما جابليش إفشاء أسرار الوطن جريمة ما يدل على ذلك. السر قطب تدور حوله دواليب الحياة فلا تقف فإذا بحت بسرك إلى غير محب. ما جابتليش هنا أسرار الوطن. احنا بنتكلم على أسرار الوطن. إفشاء أسرار الوطن جريمة بتضر بمصالح الوطن وبتخدم الأعداء، صح؟ يبقى ما فيش إلا الاختيار الأول هو اللي صح فعلا. طبعا عاوز أكرر لك إن الأربع جمل دولت موجودين أساسا في القطعة، موجودين في القطعة، في النص موجود معاك. سؤال رقم 6: بين نوع الصورة وقيمتها الفنية. نوع الصورة يا تشبيه يا استعارة يا كناية مجاز مرسل. وقيمتها الفنية بما توحي. بتوحي بإيه أو بتوضح إيه؟ طب تعال نشوف كده. احنا متعودين على طول لما يجي يقول لي بين نوع الصورة يا تشبيه يا استعارة، وبالأخص استعارة مكنية، بعدها ما لقيتش استعارة مكنية تشبيه بليغ. لا يا جماعة خلي بالكم، حتى واحنا بنحل في الاسترشادي هتلاحظوا إن جالي التشبيه البليغ، جالي الاستعارة المكنية، جه استعارة تصريحية، جه مجاز مرسل، جه كناية، وبعض الأوقات طلب مني كناية عن صفة كمان. اتفقنا في ديت؟ طيب جه تشبيه تمثيل، ايضا جه معايا تشبيه تمثيل. طب بص عندك على الصوره دي هنا: بين نوع الصوره وقيمتها الفنيه. ان من يذرو اي ينشر اسراره، ان من يذرو اسراره في مهب الرياح لهو كمن يطلق من قفصه طيرا يعز عليه ان يفارقه. انا شبهت حاله بحال. اللي بينشر اسراره بين الناس، بينشر اسراره بين الناس زي ايه؟ كمن يطلق من قفصه طيرا يعز عليه ان يفارقه، ويكون هذا الطير عزيز. اذا انت شبهت حاله بحاله يبقى تشبيه تمثيل. خلي بالك بقى هنا السؤال كان صريح بيتكلم على التشبيه، جايب لي انواع التشبيه اهو، يبقى تشبيه تمثيل. حتى بيوضح مشاعر الحسره والندم التي تنتظر من يبوح بسره لغيره. السؤال رقم 7. تعال نروح للسؤال رقم 7. قال الكاتب. دايما السؤال الموازنه انا بحب اشوفه وعاوز يوازن بايه الاول. وهنا في الامتحان الطريف او الجميل في الامتحان ان الجملتين كانوا قصيره، جملتين قصيرتين. طيب بص كده. قال الكاتب: والسر حمل ثقيل لا ينهض به غير الحازم من البشر. طيب هنا سؤال عاوز وازن بين المقولتين من حيث المؤكدات اللي استخدمها كل كاتب. فخلاص قلنا الكاتب هنا استخدم السر حمل ثقيل لا ينهض به غيره الحازم من الناس. هنا اسلوب قصر اهو، بالنفي لا والاستثناء بغير، يبقى دي هنا قصر، الكاتب استخدم القصر. طيب تعالى بقى الزيات في التكافل الاجتماعي، بيقول: لما ارسل الله رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق اطناب. جعل هذه الاشلاء الداميه جسما شديد الاسر عارم القوه. شديد الاسر عارم القوه اطناب. اذا هنا في اطناب، صح؟ طيب واللي فوق قصر، يبقى في المقوله الاولى توكيد باسلوب القصر، صح، وفي الثانيه توكيد بالاطناب، صح، يبقى هي فعلا الف. طب قارب بص على التانيين، كلتا المقولتين اقتصر فيهما التوكيد على الاطناب، خطا طبعا. في المقوله الاولى توكيد بالاطناب، خطا، وفي الثانيه توكيد بالقصر، ما فيش هنا قصر في مع الزيات اساسا. كلتا المقولتين لا يوجد فيهما اي اساليب توكيد، لا طبعا خطا، لان هو هنا الاثنين استخدموا التوكيد لكن انواع التوكيد مختلفه، سواء عندي بالاطناب او سواء عندي بالايه؟ بالقصر. طيب نروح للسؤال رقم 8. السؤال رقم 8 بيقول ايه؟ حين يسعى كاتب المقال الى اقناع القارئ بفكره ما وجعلها، طبعا دي هيبقى ايه؟ تبع المقال اللي هو النثر بقى، النثر. وجاب لي هنا سؤال، خلي بالك بقى، جاب لي هنا في الامتحان ده، الامتحان ال 25 جاب لي سؤال على المقال اهو، لان هو دي مقال، فجاب لي سؤال على المقال. كنا متعودين ان هو بيجيب لي على المسرحيه، بيجيب لي على القصه القصيره، بيجيب لي على الروايه بس، لا وبيجيب لي كمان على المقال اهو، لان دي مقال، فبيجيب لي على المقال. بيقول: حين يسعى كاتب المقال الى اقناع القارئ بفكره ما وجعله يشاركه وجهة نظره مستغلا في ذلك أحاسيسه من أجل التأثير أو عقله من أجل الإقناع، فللمقال عندئذ وظيفة إقناعية. إذن هو المقال من أهداف المقال الإقناع، من أهداف المقال الإقناع. طيب بيقول لك: بين إلى أي مدى حقق الكاتب الوظيفة الإقناعية اللي هو الإقناع في مقال. طب هنا هل حقق الإقناع؟ حقق الإقناع. خلي بالك لما يقول لك إيه؟ حقق تحققت أو لم تتحقق، هتلاقيها جاية لك مرتين. قال لي لم تتحقق، هو احنا قلنا تحققت، يبقى إذا نحذف لم تتحقق، احذف ألف ودال، وبعدين قارن ما بين الاثنين. شوف بقى في الاولى باء تحققت، فالكاتب ركز على التاثير في وجدان القارئ بكثره الصور الخياليه، هو ما ركزش على التاثير في وجدان القارئ فقط التي تقرب المعنى. ليه؟
لان الراجل استخدم ادله واستشهادات وامثله، فمش عشان بس التاثير في الوجدان اهي. بيقول لك في باء بقى جيم بقى تحققت، فالكاتب دعم افكاره بادله واستشهادات واخيله وامثله من الحياه والتاريخ اثرت في عقل القارئ ووجدانه. صح، يعني الكاتب استخدم الاقناع، لان الاقناع مش هيكون بالتاثير الوجدان بس، لابد يكون بالتاثير العقل، بامثله، باستشهادات، بادله عقليه، لابد انه يكون عشان يبقى كده ايه موجوده معانا اقناع. طب بالتالي يبقى هي اذا هي الاجابه هتكون جي، تحققت فالكاتب دعم افكاره بادله واستشهادات واخيل. دي الاقناع في المقال. طيب نروح للسؤال رقم 9. قال احد النقاد ان الممثل لا يستطيع النهوض بدوره على خشبة المسرح ما لم يقدم له المؤلف شخصية حية يستطيع أن يتقمصها فيحرك الجماهير ولا يكون بوقا يعني يتحدث بس للمؤلف. بيقول لي طيب تمام، يبقى إذا الممثل له دور ولابد أن يتقمص هذه الشخصية طب توقع أهم ما يميز المسرحية ويحقق مدلول العبارة. أهم ما يميز المسرحية أنها كتبت لتمثل وتؤدى على المسرح، صح كده؟ مش هي الفرق بين الروايه والمسرحيه؟ الروايه تكتب لتقرا والمسرحيه تكتب لتؤدى على المسرح. تمام؟ فلا مسرح بلا تمثيل وحركه. تمام؟ طيب بيقول لي تعتمد على الارتجال؟ لا طبعا، هنا المقوله هنا مش الارتجال، تكتب لتؤدى امام الجمهور على خشبه الايه؟ المسرح. قلنا اهم ما يميز المسرحيه تؤدى بممثل واحد، خطأ بممثل واحد، تخلو من العاطفة طبعا خطأ، إنما المسرحية كتبت لتؤدى على إيه؟ خشبة المسرح أمام الجمهور. طيب نروح بقى بعدها للنص الشعري، يبقى كده النص النثري كان معانا. طب نروح وأسئلة الأدب معاه، الأدب النثري معاه. الأدب النثري هتلاقي جايب لك سؤال على المسرحية وسؤال على المقال، سؤال على المسرحية وسؤال على المقال. طيب تعال نشوف ماذا قال أحد الشعراء، لم يذكر اسمه، مما قاله أحد شعراء مدرسة الإحياء في الحث على مقاومة المحتل الغاصب، مقاومة المحتل الغاصب. فبيقول لي خلوا التواني ففجر المجد قد لاح، واستيقظوا فزمان النوم قد راح، واستعملوا الحزم في تحرير موطنكم، واستصرخوا في خلاص القطر أرواحا، وطهروا الأرض من باغ ومغتصب، وأمطروهم عذاب الهون سحاحا، واستنصروا الله إن النصر في يده على العدو، فمسك النصر قد فاح، واجمعوا الأمر في توحيد مطلبكم، وأصلحوا ذات بين القطر إصلاحا، ومكنوا عقدة الإخلاص بينكم، وسطروا منه فوق الهام ألواحا، وحكموا العقل قبل الفعل، واتخذوا آراء أهل النهى والفضل مصباحا. طيب الأبيات جميل. طيب بما طلب الشاعر بقى ما يجي لي واقرأ الأبيات مرة واثنين وثلاثة عشان ما تتسرعش فيه، اقرأ الأبيات مرة واثنين وثلاثة. طيب بيقول لي هنا بما طلب الشاعر، بني وطنه في البيت الأول، بني وطنه هنا بيقول خلوا التواني ففجر المجد قد لاح، واستيقظوا في جد واجتهاد، في سعي وعمل ونهوض. يبقى طلبهم بالسعي والعمل والجد والنهوض. هنا طلبهم بالحفاظ على الحريه، ما جابش سيره الحريه. الحفاظ على الوقت وحسن استغلاله ايضا ما جابش الوقت. اظهار الفخر والتغني ايضا خطا، انما السعي اهو والهمه، ما هي الهمه اللي هي العزيمه والاراده، والسعي اهو، يبقى الهمه والسعي الجاد لتحرير الوطن، الهمه والسعي الجاد لتحرير الوطن. السؤال رقم 10. طب السؤال رقم 11 بيقول لي استنتج مغزى قول الشاعر في البيت الثاني. مغزى قول الشاعر، المغزى يعني الهدف، المقصد اللي هو أراد. واسترخصوا في خلاص القطر أرواحا. طيب المغزى اللي هو عاوز يقوله لي هنا في البيت الثاني، طب ما تجيب البيت الثاني كده عشان تقرأه، ما تجيب واستعملوا الحزم في تحرير موطنكم، واسترخصوا في خلاص القطر أرواحا، التضحية والفداء من أجل الوطن. طيب هنا هل الحث على التضحية بالمال والثروة؟ لا، هو عاوز تضحية وفداء، بذل النفس. الدعوة إلى التحلي بكريم الصفات، احنا قلنا ايه؟ بذل النفس. الحث على بذل النفس في سبيل حرية الوطن، هي دي بذل النفس اللي هو واسترخصوا في خلاص القطر أرواحا، يبقى ابذلوا أرواحكم، يبقى بذل النفس، الحث على بذل النفس فعلا هي دي. طيب الدعوة إلى التحلي بالصبر، ما جابليش سيرة الصبر هنا في الكلام، هنا في مواجهة الشدائد، إنما هو بيدعوهم بيحثهم لبذل النفس في سبيل إيه؟ حرية الوطن. يبقى إذن الإجابة هتكون ج. نروح للسؤال رقم 12.
السؤال رقم 12 بيقول لي استنتج المغزى من قول الشاعر وطهروا الأرض من باغ ومغتصب في البيت الثالث. طهروا الأرض، لو رحنا للبيت الثالث تعالى نبص على البيت الثالث. طبعا انت عندك بقى، انت خلاص شفت شكل البوكلت وانا عارف شكله عجبك. طيب بالتالي هتقلب الورق وقدامك والسؤال وحلو يا شباب. بكرر اهو، ما تروحش عند البابل شيت لما تكون مخلص امتحانك ومراجع السؤال وعارف السؤال خلاص متاكد ان هو صواب، وما الوقت ما يسرقكش في قلب الامتحان، وما تقوليش مش عاوزك الصيغه اللي انت دايما تقول اما براجع بغير اجاباتي فعشان كده مش هراجع. يبقى انت مش متاكد من السؤال، انت مش داخل عشان اسمك اديت امتحان. انا قلت لك انت في موسم الحصاد، انت في حصاد مجهودك وتعبك طول السنه، يبقى هتكسل او خايف انك تراجع. راجع وتاكد من الاجابات بتاعتك، انت جايبها بناء على ايه؟ الاختيار ده هو جبته بناء على ايه؟ والدليل عليه. الامتحان قدامك اهو، الامتحان قدامك اهو، مفيش فيه حاجه معقده. الامتحان 2025 ما كانش فيه اي حاجه معقده، وهو احنا ماشيين اهو. يعني حتى بالاستبعاد هيطلع لك اجابه واحده. احنا لحد دلوقتي ما قارناش ما بين اجابتين. طب لاحظ معايا، لو انت متابع معايا في الطريقه اللي احنا فيها، اوقات بنقارن بيبقى فيه اجابتين قريبين من بعض بنقارن ما بينهم، مفيش. وفي الامتحان ان شاء الله مش هيجي لك بردك واضح. بس المهم ركز في الاجابات، ركز في اختيارك وراجع، واعرف انت اخترت النقطه دي ليه، عشان لما تيجي تراجع عليها ما تغلطش تاني. ثم اترك الامر لله. دع الدرجه دي ما تحطهاش في دماغك. كل اللي انت فيه انك تأدي، انك خلاص بتجني محصولك، انك تؤدي ما عليك. ادي ما عليك واترك النتيجه لله سبحانه وتعالى، واعلم بان الله سبحانه وتعالى سيختار لك الافضل. طيب احنا كان عندنا السؤال الثالث بيقول ايه؟ وطهروا الارض من باغ ومغتصب وامطروهم عذاب الهون سحاح. ولو كان عاوزها من البيت الرابع، واستنصروا الله ان النصر في يده على العدو فمسك النصر قد فاح. طب تعالوا نشوف هو عاوز البيت الثالث ولا الرابع؟ البيت الثالث ولا الرابع؟ اهو فين كان السؤال هنا؟ استنتج طهروا الارض من البيت الايه الثالث، وطهروا الارض من باغ ومغتصب. طب تطهير الارض هل هيبقى تحذير ابناء مصر من عاقبه البغي والجور والجوري على حقوق المستضعفين؟ طب هو بيتكلم عن المغتصب. المغتصب مين؟ المحتل. يبقى اذا دي لا. طب استنفار المصريين للتخلص من المحتل الطامع في خيرات بلدهم، تخلصهم من الدنس. صح، الاجابه دي صح. الإجابة دي هتكون هي اللي معانا الصواب. الإجابة دي هتكون هي اللي معانا الصواب، اللي هي استنفار المصريين للتخلص من المحتل الطامع في خيرات بلدهم. طب حث أبناء مصر على توحيد صفوفهم، ما جابهاش. وطهروا الأرض، الجملة واضحة يا جماعة. طهروا الأرض من باغ ومغتصب، طلعوا المحتل ده. يبقى إذا بيحسهم فيها حث واستنفار المصريين للتخلص من الإيه؟ من المحتل. بالاضافه حث المصريين على التوسع في استثمار اراضيهم. انت ملاحظ لحد دلوقتي حاجه ان احنا ما قلناش الاجابه دي قريبه لا، الاجابه واضحه معاك اهي. نروح للسؤال رقم 13. بيقول لي بين المبدا الذي يدعو اليه الشاعر في البيت الرابع. احنا كنا قرانا البيت الرابع، تعال نروح له تاني. البيت الرابع اهو معانا اهو. واستنصروا الله ان النصر في يده. يبقى بالايمان الصادق، في هنا ايمان صادق بالنصر، زي ما بقول لك بالايمان الصادق بقى ان الله سبحانه وتعالى سينصرك ويحقق لك هدفك. على نيتكم، انا بكرركم، على نيتكم ترزقون. من الاخر اهو الكلام واضح، على نيتكم ترزقون. من اراد ان يتجه الى السماعات والى الغش فعقابه على الله سبحانه وتعالى، ولا بارك الله لمن غش، فمن غشنا فليس منا. انا كلامي هنا للي بيجتهد، للي بيحس على الجد والسعي، اللي بيسعى، اللي بياخد بالاسباب. على نيتكم ترزقون. بكرر تاني اهو، على نيتكم ترزقون. فاحسنوا النيه واخلصوا النيه وتفائلوا وكونوا متفائلين بان الله سبحانه وتعالى سينصركم. والنصر هنا تحقيق الهدف، ان شاء الله ستحققون هدفكم، لكن خذ بالاسباب. فهنا واستنصروا الله، الايمان الصادق، بالايمان الصادق ياتي النصر والعزه. طيب تعال نشوف المعنى اللي هيكون قريب من هذا المعنى. بيقول لي بين المبدا الذي يدعو اليه الشاعر في البيت الرابع بالايمان الصادق يتحقق النصر. ما هو دي اللي احنا لسه قايلينه، الايمان الصادق يتحقق النصر. طب باتحاد الامه وحزمها توصان كرامتها، ما جابهاش، هو الراجل جايب استنصروا الله، يبقى بالايمان الصادق. طب بالاخلاص والتفاني، يا جماعه احنا قلنا استنصروا الله، النصر بالله، الايمان بالله، الايمان بالله، الايمان الصادق بالله يتحقق النصر. بالانتصار يتحرر الوطن. طبعا خطأ، ملاحظين ما بنقارنش فيه. السؤال رقم 14 بيقول لي هات من ما يدل على ان الشاعر يؤمن بمبدأ الشورى. يبقى كده بقى انا مش هرجع للابيات، لانه هو مديلي يا اما بيت
ابيات يا اما اشطر من القصيده اللي هو يدل عليه. فعاوز مبدا الشور. طب من الابيات واحنا بنقرا، استعملوا الحزمه، دي ما فيش فيها شور. اصلحوا ذات بين القطر اصلاحا، دي ما فيش فيها شور، دي اصلاح بين المصريين. استنصروا الله، دي الايمان الصادق بالنصر. طيب اتخذوا اراء اهل النهى والفضل مصباحا، دي مبدا الشورى. خذوا اراء العلماء، لا تاخذوا اراء السفهاء، خذوا اراء اهل النهى والفضل واجعلوها امامكم، هي النور المرشد لكم المصباح لكم. صح؟ يبقى هي دي الفكره اللي معانا، اللي متوافقه مع مبدا الشورى. تمام؟ يبقى اجابه 14 دي. نيجي العاطفه المسيطره على الشعر في الابيات. اوعى تقول لي غضب وثوره، ما كانش فيه هنا غضب وثوره. تمام؟ العاطفه مش غضب وثوره، ولا اعتزاز وفخر، لانه ما كانش عمال نحن فعلنا كذا ونحن كذا، ولا كان لوم وعتاب، ما كانش بيوجه المصريين لوم وعتاب وكيف هذا، ولا استنكار خالص. وانما الابيات العاطفه هنا عاطفه تنم عن وطنيه وانتماء للوطن، وطنيه، حب الوطن، حب صادق الوطن وانتماء للوطن، فهي وطنيه فعلا وانتماء. العاطفه هنا عاطفه وطنيه وانتماء للوطن. ثم رجعنا للصوره البيانيه اللي قلنا تشبيه او استعاره او كنايه او مجاز مرسل. فهنا بيقول لي فجر المجد، تقوم انت رايح بقى على طول فجر المجد، هي شكلها الجمله دي عماله تتكرر كتير بس استعاره مكنيه خطا. ليه بقى؟ لان فجر المجد انا ما بقولش يد الفجر او من يد المحن، فمن يد المحن ياتي النصر من يد المحن. فانا هنا شبهت مين؟ شبهت المحن بانسان وله يد. اذا اليد دي ليست اصل، وانما هي جزء من شيء، جزء من شيء. فطالما بصوا المشبه اهو موجود، والكلمه اللي بعدها والكلمه الثانيه جزء من شيء، يبقى دي على طول استعاره مكنيه. دي على طول استعاره مكنيه، هي جزء بقى من الانسان، جزء استعاره مكنيه. اما لو كانت اصل يبقى المشبه موجود والمشبه به موجود، يبقى دي تشبيه بليغ. فهنا المجد، فجر المجد، شبهت المجد بالفجر. هو الفجر دي جزء ولا اصل؟ اصل مش جزء. شبهت فجر المجد، فالمجد فجر، يبقى تشبيه بليغ. راحت فين؟ اهي، لا مجمل ولا كنايه. تمام؟ نروح للسؤال رقم 17. السؤال رقم 17 بيقول لي استنتج في ضوء فهمك الابيات سمه من سمات مدرسه الاحياء والبحث من حيث الموضوع. سمات الاحياء والبحث من حيث الموضوع. طب تعالى معايا كده. الاهتمام بالاخرين واهمال التعبير عن الذات. مفيش هنا اهتمام بالاخرين واهمال. ايه اهمال التعبير؟ هم قال لك ماشي اهتموا بالاخرين وافسحوا المجال لمزيد من التجارب الذاتيه. صح؟ التعبير عن تجاربهم. طيب الاشاده باتحاد الامه في مواجهه الشدائد. مفيش هنا اشاده باتحاد الامه في مواجهه الشدائد. طيب ازدياد، وبعدين مش من ضمن السمات الموضوع. ازدياد الوعي نتيجه الانفتاح على الغرب. فين هنا الانفتاح على الغرب؟ هو فين هنا ما يدل على الانفتاح على الغرب؟ مفيش. انما هنا حث الشعب على النضال ضد الاحتلال. حث الشعب على النضال ضد الاحتلال. صح؟ اللي هنا يبقى استنتج في ضوء فهمك الابيات سمه من سمات مدرسه الاحياء والبعث من حيث الموضوع. هتقول لي حث الشعب على النضال ضد الايه؟ الاحتلال، اللي هو النضال الوطني، اللي هو النضال الوطني وعمق النضال الايه؟ الوطني. تمام يا شباب في ديت. نروح للسؤال رقم 18. سؤال رقم 18 احمد رامي طبعا ممثلا لشعراء مدرسه ابولو. فتعال نشوف كده بيقول ايه. بيقول وكيف تطيب في سمع الاغاني والحان الاسى يملأان اذني. طيب الاسى، طيب كمل كده. دعيني يا بنات الشعر ابكي على ما نالت الايام مني. طب ابكي والاسى، اذا دي على طول سمه بتتسم بها مدرسه الاتجاه الوجداني ككل، الحزن والالم والتشاؤم. اهو التشاؤم والاستسلام للاحزان وللالام والاحزان والياس، لان دي سمه عامه على كل مدارس الاتجاه الوجداني. طب التامل في حقائق الكون، فين هنا التامل في حقائق الكون؟ لا دليل عليه. الهروب من عالم الواقع، ما عندهمش هروب من عالم الواقع، ده الديوان اللي هربوا من عالم الواقع لعالم الايه؟ الاحلام والاوهام. الحنين لمواطن الذكريات، هم عندهم فعلا حنين لمواطن الذكريات، بس هنا ما فيش حنين لمواطن الايه؟ الذكريات. تمام؟ اذا التشاؤم والاستسلام للالام والاحزان والياس. لما نروح للسؤال الثالث رقم 19 بيقول ايه؟ قال عبد الرحمن شكري على باب الحياه ارى زحاما. على باب الحياه ارى زحاما، الحياه، الكون، الحياه، الكون. على باب الحياه ارى زحاما من الاشباح عج بهم وسالا. طيب من العهد القديم الى زمان حديث قد مضوا زمرا. طبعا انتوا عارفين ان من سمات السمه
السمات الشهيرة عند مدرسة الديوان اللي هي الذهنية الجافة، تغليب الجانب الذهني، الفلسفة. لكن هنا هو ما جابليش الذهنية الجافة أو ما جابليش الجزئية ديت، وإنما جاب لي شيء تاني. يعني هتقول لي ما تغليب الجانب الوجداني العاطفي، طبعا دي خطأ. طب السلطان النفس الإنسانية، مش تبعهم السلطان النفس الإنسانية، وفين هنا السلطان النفس الإنسانية؟ الذاتية والتعبير عن النفس الإنسانية، ما فيش ذاتية، إنما في على باب الحياة أي الكوني أرى زحاما من الأشباح عج بهم وسال من العهد القديم. يبقى التأمل في الكون والوجود، التأمل في الكون والوجود، ودي سمة من السمات عندهم اللي هو التأمل في الكون والوجود. نروح للسؤال رقم 20. قال خليل مطران عن فتاة، والسؤال دوت جاء في النماذج الاسترشادية. هتلاحظوا ان النماذج الاسترشادية بالكربون زي امتحان 25، يعني حتى السؤال دوت بالنص في في نموذج من النماذج الاسترشادية. قال خليل مطران عن فتاة هي زهرة بسمت بها عن جنة دار الخليل، قد أحرز الراجي بها خيرا وما هو بالقليل. طبعا البيتان هنا، هذين البيتين أو السطرين يبينان سمة تحققت في عند الاتجاه الوجداني، اللي هو إيه؟ السمة التي تحققت في هذين البيتين من سمات الاتجاه الوجداني. عبر الشاعر عن أحاسيسه الذاتية من خلال إعجابه بالجمال الحسي والروحي، من الجمال الحسي والروحي، ودي ما يميز خليل مطران. خليل مطران العاطفة عنده واضحة وجلية، عاطفة الحب والعشق، وأيضا في حزن وألم، لكن هنا طبعا ما فيش هنا حزن وألم، إنما عبر عن أحاسيسه الذاتية من خلال إعجابه بالجمال الحسي والروحي. ماشي يا شباب؟ طيب مال شعراء العقلانية؟ طبعا هو ما عندوش عقلانية، خليل مطران ما استخدمش العقلانية. غلب على شعور التشاؤم، احنا اتفقنا قلنا ما فيش هنا تشاؤم، فين التشاؤم هنا أساسا؟ وبعدين قال لك هي زهرة بسمت عن جنة دار الخليل. خلاص يا جماعه في ديت فمش هينفع. دعا الشاعر الى الموس العليا، فين الموس العليا اللي هنا التي تحققت هنا؟ ما فيش هنا موس العليا، لانه ما دعاش للمساواه للحب للاخاء، فما فيش هنا موس العليا. انما هنا الاجابه الف، عبر الشاعر عن احاسيسه الذاتيه من خلال اعجابه طبعا بالجمال الحسي، الجمال الحسي والروحي لدى محبوبته. قال الياس قنصل، الياس قنصل طبعا ممثلا لشعراء المهاجر. وقبل ما انسى يا شباب، خلي بالكم هتلاحظوا ان في الجنب، وانتوا خلاص اكيد شفتوها في النماذج بقى، هتلاحظوا ان في الجنب كده بيجيب لك الدرجه، درجه السؤال ده من كام درجه؟ من درجه ولا من 2؟ يعني السؤال رقم 20 من درجتين، السؤال رقم 21 من درجه. تمام، عشان يبقى انت عارف وانت بتحل السؤال هيبقى معاك ايه. قال الياس قنصل ايها العائدون للشام، هل نفحه من شميم ارض النبوه؟ علم الله كم صبونا اليها واشتهينا تحت العريشه غفوه. اذا في هنا حنين للوطن، حنين واشتياق للوطن. طب هو عاوز بيقول ايه؟ اي مما يلي يثبت تحقق سمه الحنين الى الوطن. طيب كشف البيتان عن الدعاء للعائدين ان يجدوا الامان، الدعاء للعائدين لا. اكد الشاعر اشتياقه، ما هو ايها العائدون للشام هل لا نفحه يعني في من شميم ارض النبوه. علم الله كم صبونا، اشتقنا، صبونا يعني اشتقنا اليها، واشتهينا تحت العريشه غفوه. يبقى اكد الشاعر اشتياقه فعلا ورغبته في العوده والتمتع بالراحه في بلده. هي فعلا الجزئيه دي. اوضح الشاعر انه يعيش في بيئه جديده، طبعا دي خطا. عكس البيتين النزعه الروحيه والسماحه الدينيه، طبعا خطا مش موجوده اساسا. يبقى نروح للسؤال رقم 22 النحو. احنا بنقول في النموذج جي، عشان كل نموذج هيبقى ليه بدايه معينه، بس هي نفس الاسئله. طيب مع النحو بيقول لي ليس في كلام العربي كلمتان تتطابقان تمام التطابق. تمام هنا نائب عن المفعول المطلق، فثمت فروق لا يدركها إدراكا جيدا هنا نعت على فكرة، إلا من أوتي فطنة وفقها عميقا نعت في فهم اللسان العربي. طب هو عاوز إيه؟ عاوز النائب عن المفعول المطلق. ما احنا لسه قايلين تمام النائب عن المفعول المطلق أهو، الإضافة إضافته. طب التطابق ده مضاف إليه، إنما تمام أفضل وأحسن وأجمل بعدها على طول مضاف إلى المصدر، بعدها المصدر على طول. اما اقول احب ابي، افضل الحب، احسن الحب، كل الحب، تمام الحب، اللي قبل كلمه الحب هي النائب عن المفعول المطلق. ماشي يا شباب؟ اما الباقي هنا نعت موجود معنا. طيب نروح للسؤال رقم 23. قال الشاعر شباب النيل دي نداء، ان لكم لصوتا ملبى حين يرفع مستجابا. طيب ان هو عاوز ايه؟ حرف بين اسم الحرف الناسخ. فين الحرف الناسخ؟ ان. الحرف الناسخ هنا ان. اين خبره؟ لكم، خبر شبه جمله. واين اسمه؟ لا صوتا. يا راجل اسمه لا صوتا. امال اللام هنا لام ايه؟ اللام دي لام المزحلقه اللي هي من اساليب التوكيد، يعني هنا اسلوب مؤكد بان واللام. خلي بالكم الاسلوب هنا مؤكد بوسيلتين، بان واللام. طب ينفع ان تاتي اللام المزحلقه ورا ان على طول؟ لا،
يعني مش دي اسم إن ينفع أقدمها؟ لا، عشان أقدمها هشيل بقى إيه اللام، أقول إيه إن صوتا لكم. تمام، لأن اللام المزحلقة لا تأتي بعد إن مباشرة لأن العرب تكره أن تتوالى حرفين من نفس الجنس أو نفس الدلال، فهي دايما يا بتيجي مع اسم إن بس تكون اسم إن مؤخر، يا بتيجي مع خبر إن ويكون طبعا مؤخر عنها. طب إذا هو عاوز اسم الحرف الناسخ لا صوتا، لا صوتا هيبقى اللام المزحلقة بالإضافة حرف مبني لا محل من الإعراب للتوكيد، وصوتا هيبقى اسم إن منصوب علامة نصبه الفتح، ولكم طبعا خبر إن شبه جملة. السؤال الثاني سؤال مباشر، وخلي بالكم النحو عندك مباشر اهو، النحو عندك لحد دلوقتي مباشر اهو، وهو كله هيبقى مباشر قدام، بس الفكره بتاعته مكرره من الامتحانات السابقه. ما كان صانع المعروف ليعيش ذميما. طيب ليعيش اللام لام الجحود، ويعيش فعل مضارع منصوب صح، سبق بلام الجحود هنا اهو، سبق بلام الجحود هنا اهو. طب ايه اللي عرفك ان دي لام الجحود؟ قبلها كون منفي، ما كان كون منفي صح، فهنا اللام لام الايه الجحود. طب ويعيش فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طب هو عاوز نوع اللام؟ طبعا لام الايه الجحود. لما نروح للسؤال 25 قال الشاعر وما الحب الا حاكم غير عادل إذا رام أمرا لم يجد من يصده. السؤال ده قرر كتير في النماذج الاسترشادية وأتى في أكثر من امتحان، فالسؤال ده فكرته مهمة جدا. أولا نوع الاستثناء هنا ناقص منفي، ليه؟ شيل ما وشيل إلا كده لو أنت تاي. الحب حاكم يا أستاذ، ما أنت عندك غير هنا نعت على فكرة، غير هنا نعت المين؟ نعت الحاكم. وما الحب إلا حاكم غير عادل، فغير هنا خلي بالك، ما انا قايل لك قبل كده قلت لك غير وسوء، مش اول ما تشوف على طول تقول دي اسلوب، دي اداه استثناء، ممكن تعرب حسب موقعها في الجمله. طب عشان هو ناقص ما، لا، ممكن هي تاتي اساسا وتعرب حسب موقعها فين في الجمله، لا تدل على استثناء. تمام في ديت. طيب اذا هنا المستثنى مين؟ المستثنى حاكم، المستثنى هيبقى حاكم. تمام، المستثنى معانا حاكم. طب نوع الاسلوب قلنا ناقص منفي، يبقى حاكم وناقص ايه؟ منفي نوع الاسلوب. تعس امرؤ نسي ذكر خالقه. تمام، بيقول لي انا عاوز اسلوب مدح، اسلوب ذم، اسف قياسي، اسلوب ذم. اسلوب ذم بدل تعس هيبقى بئس، وبدل امرؤ هتبقى امرأ. طب ليه؟ عشان هيبقى دي امرأ دي تمييز، يبقى هيبقى بئس وامرأ، عشان امرأ دي تمييز. ناسي هتقول بقى ليه؟ الناسي الذكر ايه؟ خالقه، يبقى بئس امرأ الناسي. وخلي بالك امرأ رجعت امرؤ تاني للساحه تاني، واظن جات لنا في الاسترشاد تظهر تاني في الساحه. اذا بئس امرأ الايه؟ الناسي ذكر خالق اهي. الباقي طبعا داعب عليه، امرئ دي غلط، امرؤ غلط، امرؤ هنا غلط. ما تكملش بقى طالما في خطأ، ما تقومش مكمل عشان ما تقعش في الخطأ ايه والتو، يبقى انت عارف الاجابه وعارف الخطأ فين كمان. السؤال 27 بيقول لي بين الجمله التي ورد بها اسم التفضيل مجردا من ال والاضافه. ما انا عندي حالات اسم التفضيل 4 حالات، مجرد من ال، مضاف، معرف بال، يعني مجرد من ال والاضافه، معرف بال، مضاف لمعرفه، ومضاف لنكره. طيب وعلى كل واحد ليه حكم، خلي بالك عشان دي مهمه، يا اما بيجي لي يقول لي استخرجه، يا اما بين حكمه، يا اما مع المثنى، هات المثنى او هات الجمع، فخلي بالك قوي من الحكم. طيب هنا انا عاوز اسم تفضيل مجرد من ال، طبعا يلا نطلع اسم تفضيل كده معايا. الشجاع اكثر دي اسم تفضيل، الشجاع اقوى اسم تفضيل، الشجاعه اعظم اسم تفضيل، افضل اسم تفضيل، كلهم اسم تفضيل. تمام، بس لو بصيت الشجاع اكثر ثقة هنا تمييز، واكثر هنا مجرده من ال وما جاش بعدها مضاف اليه، يبقى هي دي. طب الشجاع اقوى امرئ هنا مضاف اليه، يبقى هنا مضاف، يبقى في الثانيه مضاف الى نكره. طيب الشجاعه اعظم ما يتحلى، ما هنا اسم موصول مبني في محل جر مضاف، في محل جر مضاف اليه، يبقى مضاف، بس مضاف الى معرفه، هيبقى مضاف ومضاف الى ايه؟ معرفه. طب الشجاعه من افضل الصفات، مضاف ايضا ومضاف لمعرفه. طب مضاف لمعرفه ليه يا استاذ؟ لان صفات معرفه بالبشر. تمام، اذا مين الاجابه عندنا؟ الاجابه عندنا هتكون الف، لانه عاوز الايه؟ المجرد من ال والاضافه. السؤال رقم 27 بيقول لي يتحلى الحليم بخصلتين. على فكره الجمله اللي هتبقى بعدها هنا جمله نعت، الجمله هنا جمله نعت. طب ونعت جمله اسميه؟ اذا بالتالي هختار هنا مين؟ كلتيهما ولا كلتاهما؟ كلتاهما. جاب لي كلا وكلتا ملحقات المثنى والتوكيد في نفس الوقت. امتى اقول كلتيهما؟ لو كان التوكيد لخصلتين. طب هنا هتبقى جمله نعت،
هنا جمله، والدليل عليها انها جمله نعت ان اللي بعدها مرفوعه اهي، يبقى كلتاهما محبوبتان، كلتاهما محبوبتان. خلي بالك دي في تركاي، دي في تركاي ان انا حافظ، في بعض الطلبه حافظه كلا وكلتا اللي هي كلتاهما وكلاهما، جه بعدها مفرد يبقى هي مبتدا. طب جه بعدها مثنى يبقى هي توكيد. لا وقعك اهي في الفخ وانت طالب في سنه ثالثه ثانوي، لا وقعك في الفخ، لا خلاص هو خصلتين نكره وبعدها جمله، اذا خلاص المبتدا هيبقى مع مرفوع والخبر مرفوع، فكلتاهما هتبقى مبتدا معانا هنا فهتبقى مرفوع. طيب نروح للسؤال الثاني 29. يعجبني شاب، هو عاوز هنا ايه؟ نقط في الخيط. طب هو عاوز ايه؟ عاوز مصدر ميمي. طب المصدر ميمي يعني ينفع اشيله واضع مكانه المصدر الصريح من الكلمه. مرجوه مش هتنفع، مزاحه مش هتنفع، مجالسته مجالسه مش هتنفع لانها مصدر رباعي، انما مسعاه، لان مسعاه لو قلت هنا سعيه شلت المسعى وقلت سعيه. يعجبني شاب سعيه في الخير، صح، فمسعاه هنا مصدر ميمي. نروح للسؤال رقم 30. قال الشاعر مخاطبا زوجته: لا تمتطي شهوات النفس جامحة، فكسرة الخبز بالشكران تجزيها. بين نوع الياء المتصلة بالفعل تمتطي، نوع الياء المتصلة بالفعل تمتطي في البيت السابق. فين تمتطي؟ اهي. طب الياء ديت ياء المخاطبة. طب ياء المخاطبة دي على ياء المخاطبة هنا ايه؟ ضمير، مش علامة رفع، ضمير رجعني الوحدة الأولى. هيبقى ايه؟ ضمير وليس علامة ايه؟ رفع، انما ضمير ايه؟ رفع، لان هي المخاطبه من ضمائر الرفع، فهيبقى ضمير رفع اهو. طيب نروح للسؤال رقم 31. فاض النيل بالخير، نقط الكريم بالنوال. عاوز اسم هيئه من الفعل فاض. حتى السؤال دهوت كان اتكرر، كان هناك قال، كان في نماذج الاسترشاديه ل 2025 كان قال، كان تقريبا قال وعاوز منها اسم الهيئه. هنا فاض وعاوز منها اسم الهيئه، فهنا فاض هيبقى على اجيبها على وزن فعله، هيبقى فيضه على وزن ايه؟ فعله، صح، مش اسم الهيئه على وزن فعله، يبقى فيضه، يبقى هتبقى فيضه. ماشي يا جماعه؟ يبقى اذا فاض النيل بالخير فيضة الكريم بالنوالي. واظن جت في النماذج الاسترشاديه اسم الهيئه جت، وبرضك اسم، وايضا اسم المره جت في اسئله، فخلي بالكم من اسم الهيئه واسم المره. قال الشاعر: جد بالعطاء فرزق الله متصل، ولا تكن عن صنيع الخير بالله. بين الصيغه الصحيحه عند حذف الباء الزائده. فين حرف الجر الزائد الباء؟ هنجد بالعطاء، لا هنا لا، خطا، ده حرف جر اصلي. ولا تكن عن صنيع الخير بالله، ايوه هنا اللي بالله، لانها مين؟ خبر لكان المنفيه، فدي من مواضع حرف الجر الزائد. طب احذف الباء بقى، احذف عند الباء، هقول لاهيا عشان هتبقى خبر كان منصوب، صح، هقول لاهيا وهيبقى ليه؟ ولا تحذف الياء لان دي اسم منقوص، تبقى ياء في حاله الرفع وحاله الجر، بالاضافه ان هو اسم فاعل ايضا. نروح للسؤال رقم 33. اذا لم يكن للمرء عقل يقوده، يوشك ان يلقى حساما يقوده. ميز مما يلي الجمله التي ليس لها محل من الاعراب. الجمله اللي ليس لها محل من الاعراب، طب تعالى نجيب الجمل اللي معانا كده. اذا لم يكن هنا الجمله ديت فعل الشرط، وهي في محل جر مضاف اليه الاذا، يبقى لها محل. للمرء عقل يقوده دي جمله نعت المين؟ لعقل. طيب يوشك ان يلقى، جمله يوشك ديت اللي هي مين؟ هتبقى مرتبطه بمين؟ جواب شرط. يوشك جواب شرط المين؟ لاذا، واذا اداه شرط غير جازمه. تمام، الادوات الشرط الغير جازمه جواب الشرط لها ليس لها محل من الاعراب، سواء اتصل بالفاء او لم يتصل بالفاء، يبقى يوشك دي ليس لها محل من الاعراب. طيب يقوده، ما هي جمله نعت المين؟ نعت لحساما، اذا هنا مين؟ هيبقى يوشك اللي هي هيبقى ليس لها محل من الايه؟ من الاعراب، لانها جواب شرط لاداه شرط غير جازم. قال الشاعر: صون النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل. السؤال ده دايما بيتكرر، يجي يطلب من الفعل اللازم، يجي يطلب من الفعل المتعدي. خلي بالك جاي لك في الامتحان، يطلب من الفعل اللازم، يطلب من الفعل المتعدي. الفعل اللازم اللي ملوش مفعول به، الفعل المتعدي اللي ليه مفعول به. طب تعالى بص معايا كده، صون النفس، مش النفس دي مفعول به، يبقى الفعل ده هو عاوز فعل لازم، يبقى الفعل ده هو متعدي. واحملها، احمل هنا مش اتصل بها الهاء دي ضمير نصب، يبقى دي فعل متعدي عشان الهاء ضمير نصب مفعول به. طيب يزينها، على ما يزينها، طيب الهاء هنا ضمير نصب، يبقى دي فعل متعدي. تعيش سالما، تقول لي طب ما هي سالما هنا منصوبه، ما هي منصوبه يا حبيبي، بس هي منصوبه لانها حال. سالما هنا حال، تعيش انت سالما، كيف تعيش سالما؟ فسالما حال وحال مفرد، انما تعيش ده دي فعل،
لازم، دي فعل لازم. تمام؟ داعش فعل لازم. يبقى احنا عشان السؤال الفعل لازم والفعل المتعدي كده كده جاي لك، كده هتلاقيه في الامتحان عندك. نروح للسؤال 35. السؤال 35 ماذا يقول؟ يا بلادي وأنت قرة عيني طبت نفسا، نفسا تمييز على الزمان وعينا. هو عاوز ايه؟ اعراب نفسا، نفسا تمييز. طاب وقر وكفى وزاد وازداد وشاط وقبر. الكلمات الافعال دهيت النكره المنصوبه بعدها اذا وضحتها تاتي تمييز. فطبتي، طبت نفسا، نفسا تمييز، وتمييز منصوب علامه نصبه الفتح. قال الشاعر في سؤال 36: لمصر أم لربوع الشام تنتسب؟ هنا العلا وهناك المجد والحسب. لو أنا بعمل لك امتحان وجبت لك البيت الشعر ده وسألتك أعراب العلا، تقول لي يا أستاذ دي مش من الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان. أهو امتحان 25 سنة اللي فات، امتحان 25 سنة اللي فات، وعلى فكرة كان في النماذج الاسترشادية كمان، عشان بقول لك النماذج الاسترشادية مهمة جدا، النماذج الاسترشادية مهمة جدا. فبالتالي خلي بالك، هنا العلا محفوظ. انا عارف انك حافظها وهتقول معقوله اهي يا جماعه، انا ما بجيبش حاجه من عندي، موجوده اهي عشان افهمك. الدنيا مش معقده، الدنيا مش معقده والله، لازم ما تعقدش نفسك. بس خلي بالك الامتحان هيجي لك متوازن، حاجات من حاجات الثوابت اللي عندك اللي محفوظه، وفي حاجات بتعتمد على التفكير. هنا دي ثوابت اهو، هنا هناك، دولت خبر شبه جمله مقدم، خبر مقدم، خبر مقدم اهو، خبر مقدم وما بعدهم مبتدا مؤخر، خبر مقدم وما بعدهم مبتدا مؤخر، الا اذا سبقوا طبعا بحرف ناسخ او بفعل ناسخ هيبقى هم خبر وما بعدهم اسم الحرف او الفعل الناسخ. يعني عشان ما تقوليش ايه اما اقول ان هناك المجد، تقول لي لا المجد دي مبتدا، لا ما هي هتبقى اسم بقى ايه ان. طيب يروح بقى، هو عاوز العلا، خلاص قلنا العلا ايه مبتدا. نروح للسؤال 37. السؤال 37 وجي ايضا السؤال دوت جاي في النماذج الاسترشاديه كثيره، يعني اذا هيجي معاه شكله سؤال. بيقول لي اتحدث، فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه لانه لم ينصب، لانه تجرد من الناصب والجازم. طيب ان يكن الحديث سبب واكثر، ما هو اكثر مضارع مرفوع، تقول لي الواو دي ليست واو المعيه، دي واو العطف، عطفت الجمله على جمله. فالفعل هنا تجرد من الناصب والجازم، لم يسبق لا باداه نصب ولا باداه ايه جازم، اذا ففعل مضارع مرفوع. هو عاوز ايه؟ هو عاوز الفعل اكثر، يبقى مضارع مرفوع. فين بقى كده؟ اهي مضارع مرفوع. نروح على السؤال اللي بعدها 38. السؤال 38 بيقول ايه؟ حدد مما يلي البيانات التي يمكن للكاتب. احنا سيبنا النحو بقى اهو، تعالى بقى نروح بقى، خلصنا النحو اهو. بالله عليكم في حاجه صعبه في 2025 النحو كان فيه صعوبه. النحو على فكره ما جاش خارج، واما قلنا يا جماعه النماذج الاسترشاديه مهمه، ما جاش خارج النماذج الاسترشاديه، بل منها حتى في بعض الناس على كلمه قال قالوا مستحيل انها تيجي، ما جاتش اسم الهيئه، ومع ان اسم الهيئه واسم المره بياتوا. جه بدل قال جه فاضه. تمام. فبالتالي خلي بالكم من دي. السنه دي ان شاء الله هتبقى، لذلك بقول لك ركز في النماذج الاسترشاديه، ركز في فكر النماذج الاسترشاديه وبالذات في النحو، ركز في فكر النماذج الاسترشاديه. طيب تعالوا نشوف السؤال 38 بيقول لي. بيقول لي حدد مما يلي البيانات التي يمكن للكاتب ان يستخدمها لاثبات صحه زعمه بان الارض مهدده بالجفاف وانتشار التصحر. انا عاوز الفكره التي يمكن للكاتب ان يستخدمها لاثبات عشان يصحح كلامه، صحة زعمه بان الارض مهدده بالجفاف وانتشار التصحر. طب اراء منشوره عن الاضرار التي تهدد الحياه على الارض نتيجه انتشار التصحر، هي غلط بس خليها معانا عشان بتتكلم عن التصحر والاضرار، خليها معانا بس هي خطأ. حقائق علميه عن رحله نهر النيل من المنبع الى المصب والاتفاقات المنظمه ملاش اي علاقه بالتصحر دلوقتي، باللي هي الاساديل اللي بها الكاتب. احصاءات عن كميه الكهرباء التي تنتجها السدود المقامه على مجاري الانهار، طبعا ملاش اي علاقه اساسا، لان احنا بنتكلم على الجفاف وانتشار التصحر، وعاوز يثبت هذا الكلام، صحه هذا الكلام. رسم بياني يظهر تزايد من مساحات المناطق الصحراويه التي تعاني فقرا مائيا على مدار حقب زمنيه متتابعه. هي دي هي دال، مش هنقارنها بالف، خلاص ما فيش مقارنه بقى، خلاص الف هتبقى خطا، لان هي دال خلاص معانا، اللي هو رسم بياني بيظهر بقى فيه تزايد مساحات المناطق الصحراويه. المناطق الصحراويه مع مرور الزمن والحقب الزمنيه عماله تتزايد، يبقى ديت خطوره مهدده بالجفاف وانتشار التصحر. نروح للسؤال رقم 39. السؤال 39 طبعا التعبير، في ناس وهي بتحل النماذج الاسترشاديه متعوده ان التعبير هيجي لك في الاخر، هيجي لك السؤال 49 وسؤال 51. لا خلي بالك من دي، خليك
يقظ وخليك ذكي. انت حليت النماذج، حليت الامتحانات الغير مضافه للمجموع، وعرفت ان كل واحد حسب النموذج بتاعه، صح كده؟ كل واحد حسب النموذج بتاعه. احنا جبنا النموذج ج، يعني احنا بنحل النموذج اللي احنا بنحل عليه اللي هو نموذج ج. يا استاذ طب النموذج الف، طب نموذج باء، طب النموذج ده، هي نفس النماذج بس الاختلاف الترتيب بس، الترتيب بس. تمام؟ نرجع بقى لمرجوعنا تاني. بيقول لي بعض الناس يختزلوا المواطنه في مجرد وثيقه رسميه. خلي بالك، قال لك بعض الناس، دي هتديني مؤشر اهو. يختزل المواطنه في مجرد وثيقه رسميه تثبت انتماء المواطن لوطنه. راي، شاكك انها راي اساسا. طب زعم، ممكن. وينحصر امن الوطن لديهم في امتلاك الدوله قوه عسكريه وثروات اقتصاديه. طيب تعال نشوف بقى، هل هي راي ولا زعم؟ اجمال وما بعد تفصيل. اجمال وما بعد تفصيل دي غلط اساسا. طب مقدمه وممكن يبقى اللي بعدها نتيجه، ممكن. تعال، بيقول لي ان الواقع يثبت ان المواطنه الحقيقيه، المواطنه الحقيقيه عكس هنا المواطنه اللي هنا. يبقى اذا هنا دي عكس الفكره الاولى، عكس الفكره الثانيه، عكس، بتعكس، بتبين خطا الفكره الاولى. خلي بالك، ان الواقع يثبت ان المواطنه الحقيقيه تقوم على وعي المواطنين بالحقوق والواجبات والانتماء والمشاركه البناء في تنميه المجتمع، والمواطن المنتمي لوطنه هو خط الدفاع الاول عنه ضد اي تهديد. كما ان مشاركه المواطن في بناء مجتمع متماسك وقوي يعزز قوه الدوله وقدرتها على مواجهه مختلف المخاطر. يبقى اذا زعم وايه؟ وتفنيد. تمام في ديت. يبقى اذا هنا زعم وتفنيد. نروح للسؤال رقم 40. السؤال رقم 40 بيتكلم عن المعلومات وامن المعلومات وعصر المعلوماتيه والعصر التكنولوجي وعصر المعلومات. الجمله، القطعه كانت جميله، بدات بلا نبالغ اذا قلنا ان المعلومات نفط القرن الحادي والعشرين. اذا فهي ثروه، والثروه التي لا غنى عنها للافراد والمؤسسات والدول. طيب الفكره انت قراتها تمام، واقراها كويس جدا. اقرا الفكره كويس وبعدين قوم رايح للاسئله بتاعتها وارجع مع كل سؤال. يعني هنا في السؤال 40 بيقول ايه؟ اي مما يلي يعبر عن الفكره العامه للموضوع. انا قرات الموضوع. الموضوع بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن المعلومات. بيتكلم عن المعلومات. طيب، وبيتكلم عن اهميه المعلومات وامن المعلومات. طب الثروه النفطيه؟ لا، بالرغم انه جابها لي، بس هو قال لي ايه؟ هي نفط اليوم، هي نفط النفط الحالي، هي الثروه. طيب الانفجار المعرفي؟ لا. المعلومات الامنيه؟ لا، انما امن المعلومات. الفكره العامه اللي هي امن المعلومات. هنا لو قراتها هتلاقي، لانه حتى بيديني حلول كمان عشان احقق الامن المعلوماتي. طيب حدد مما يلي مضاد للارتجال والعشوائيه في سياق الفكره الاولى. هتجيب لي الفكره الاولى اهيت، ادي الفكره الاولى. وصلنا للفكره الاولى اهي، اخر حاجه الارتجال والعشوائيه. بيقول لي اهي، بيقول لي فمن يملك المعلومات الدقيقه في الوقت المناسب يملك القوه والسيطره في عالم لا مكان فيه للارتجال والعشوائيه. الارتجال والعشوائيه اللي هي بدون تخطيط، بدون تنظيم. يبقى مضادها، مضاد الارتجال والعشوائيه التخطيط والنظام. التخطيط والنظام. الارتجال والعشوائيه يبقى التخطيط والايه؟ والنظام. طيب السؤال 42 بيقول لي استنتج مغزى وصف الكاتب للمعلومات بانها نفط القرن الحادي والعشرين. المغزى ما يقصده الكاتب بان وصف الكاتب للمعلومات بانها نفط القرن الحادي والعشرين. هل تاكيد ان اهميه النفط تراجعت؟ لا طبعا، ملهاش علاقه بالنفط خالص. هو عاوز يبين لي ان هو ما جاب لي النفط ده غالي الثمن، هو الذهب الاسود، فهو دي ايضا الذهب العصر الحديث. اظهار اهميه المعلومات في مجال التنقيب، ملهاش علاقه، التنقيب ما جابليش خالص سيره التنقيب اساسا. اظهار تحول العالم عن النفط الى الطاقه النظيفه، لا. خلي بالك، شفت الف وباء وجيم بعيده خالص اهو. تاكيد ان المعلومات ثروه يجب استثمارها وحمايتها. طبعا، ما احنا قلنا المعلومات هي الثروه، ثروه المجتمع الايه. تاكيد ان المعلومات ثروه يجب استثمارها وحمايتها. بالله عليكم، هو اساسا لما تقرا الموضوع هتيجي تبص هتلاقي انت مستبعدت، يعني احنا حتى ما بنناقشناش الف وباء وجيم لانهم بعاد عن الاجابه الصحيحه. فالمغزى تاكيد ان المعلومات ثروه يجب استثمارها وحمايتها. وبكرر، ما تخافش تاني من امتحانك، بس ركز ركز وخذ بالاسباب. بكرر، خذ بالاسباب. استنتج المعنى الذي قصده الكاتب من قوله فمن يملك المعلومات الدقيقه. المعنى اللي الكاتب يقصده، من يملك المعلومات الدقيقه في الوقت المناسب يملك القوة والسيطرة في سياق الفكرة الأولى اللي احنا كنا عندها دلوقتي. هل ضمن الدول لسرية المعلومات وأمنها؟ المعنى لا. سعي الدول القوية لإخفاء المعلومات والسيطرة عليها؟ لا. هو بيقول لك من يملك المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب يملك القوة والسيطرة. قيمة المعلومة تكمن في دقتها وسرعة الوصول إليها. هي دي
قيمة المعلومة تكمن في دقتها وسرعة الوصول إليها. لأن يقول لك فمن يملك المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب يملك القوة والسيطرة. يبقى المعنى اللي عاوز أقول قيمة المعلومة بتكمن في إيه؟ في دقتها، إنها تكون معلومة دقيقة وسرعة الوصول إليها. سرعة نشر المعلومات يحمي من المخاطر خطأ أيضا. نروح عند السؤال 44. بيقول لي دلل من خلال فهم الفكرة الثانية على أن جمع المعلومات ليس هو التحدي الأكبر. خلي بالك، عاوز دليل من الفكرة إن جمع المعلومات مش هو التحدي، ليس التحدي الأكبر أمام الأشخاص الباحثين عن معرفة ذات قيمة ليبنوا عليها قرارات صائبة في حياتهم، ليس هو التحدي الأكبر. طيب تعال نشوف كده الاختيارات اللي معانا. يحتمل تعرض الشخص للسرقة نتيجة نشر بياناته الخاصة على مواقع التسوق الإلكتروني، هي ديت التحدي الأكبر للأشخاص الباحثين عن المعرفة؟ لا. قد يبني الشخص خططه على معرفة مضللة. أيوة، يعني مش الأهم التحدي الأكبر. بيقول لك إيه؟ إن جمع المعلومات مش هي التحدي الأكبر، لأن أنا ممكن أجمع معلومات وتكون معلومات إيه؟ خطأ. ما هو قد يبني الشخص خططه على معرفة مضللة نتيجة جمع معلومات زائفة أو فقدت قيمتها لقدمها. هي دي معاي. طب كمل التاني. يحتمل حصول الشخص على معرفة بطرق غير مشروعة. لا، هو بيقول لك جمع المعلومات ليس هو التحدي الأكبر أمام الباحثين عن معرفة ذات قيمة ليبنوا عليها قرارات صائبة، فخطأ. قد يفقد الشخص حقوق الملكية الفكرية لمعلوماته بسبب تفريط في توثيقها. خطأ أيضا، ملاش علاقة بالموضوع. يبقى إذن الإجابة هتكون عندنا الإجابة ب يا شباب. نروح للسؤال 45. السؤال 45 بيقول لي هات مما فهمته من الموضوع ما يستدل به على أن المعلومات سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين يعني مفيدة وممكن تبقى مضر. سلاح ذو حدين، وانتوا خلاص السؤال ده حتى صيغته اتكررت أكتر من مرة. استخدام المعلومات في تطوير مواقع عالمية للتواصل الاجتماعي وترويج السلع والخدمات، دي إيجابي. ما جابليش السلب بقى، يعني جاب لي الدور الإيجابي. إنشاء مؤسسات أمنية وأجهزة استخبارات مهمتها جمع وتحليل المعلومات والبيانات للحماية، أيضا دي الميزة مش سلب. التقدم العلمي والتكنولوجي أنتج كما هائلا من المعلومات والبيانات وأحدث انفجارا معرفيا، دي ميزة. جمع معلومات لتحسين جمع المعلومات، تحسين التسويق وزيادة الإنتاج والقرصنة، ديت إيجابي. والقرصنة دي سلبي. الإلكترونية للإضرار بالشركات دي سلبي. يبقى إذن الإجابة هتكون دي، إن هي جاب لي الإيجابيات وجاب لي الإيه؟ السلبيات. الإيجابيات والسلبيات معاي. تمام يا شباب؟ طيب نروح للسؤال التالي اللي هو السيرة الذاتية. هنا السيرة الذاتية لمين؟ للعالم الشهير، عالمنا المصري صاحب جائزة نوبل أحمد زويل. في سيرته الذاتية بيقول إيه؟ كنت أعمل في 3 أو 4 موضوعات بحثية في آن واحد، وساعد على ذلك توافر الإمكانيات المغرية في المختبرات، الإمكانيات، بالإضافة إلى شيوع روح المودة والتعاون بين الزملاء والأساتذة. تمام كده؟ طيب تعالوا انت هتقرا الفكره، اقرا الفكره، قسم الفقرات. تمام اهو، بقول لك اقرا الفكره وما تعملش زي ما انا بعمل لك دلوقتي. انا قرات اهو، انا قرات الفكره اهو، اعتبر ان انا قراتها. انت هتقراها بس انا عشان وقتك معاك، انت هتقرا الفكره كويس وبعدين تحل. طيب تعالى وهنرجع للاسئله. ما الاجواء؟ السؤال 46 بيقول لي ما الاجواء التي سيطرت على العلاقات بين الزملاء والاساتذه داخل الجامعه من وجهه نظر الكاتب داخل الجامعه؟ اهي تعالى نجيبها كده من داخل الجامعه. هتلاحظ اهي بيقول هنا كنت اعمل. شوف هترجع بقى للقطعه بقى تاني اهو، انت قراتها وترجع لها تاني هتلاقي الاجابه اهو، وهجيبها لك وهجيبها لك بالنص. كنت اعمل في 3 أو 4 موضوعات بحثيه في آن واحد، وساعد على ذلك توافر الامكانيات المغريه في المختبرات، بالاضافه الى شيوع روح الموده والتعاون. تمام، كمل. بين الزملاء والاساتذه، وفي واقع الامر لقد عشنا في جو من الصداقه والوئام بصفه عامه. اظن ما انتش عاوز دليل اكتر من كده. اهي ما الاجواء التي سيطرت؟ الوئام والصداقه. بدل ما قال لي الصداقه والوئام قال لي الوئام والصداقه. اختلفت؟ ما هي. تمام، يعني الباقي طبعا خطا. قارن بقى زي ما انت عاوز بس الباقي خطا. بما وصف الكاتب تعامل المثقفين في المجتمع الامريكي معه. المثقفين في المجتمع الامريكي، والسؤال على فكره السؤال بدرجتين، ارجع للفكره بقى. بما وصف الكاتب هتلاقيها عندك في الفكره اهي، هتلاقيها ايضا عندك في الفكره. بيقول كمل بقى لحد هنا. غير انني كنت قد شعرت في البدايه بان هناك من لم يكن لهم الثقه الكامله في امكانياتي وكفاءتي، مع العلم انني قد عملت، هنا خلي بالك بقى في اللي جاي، انني قد عملت معامله حسنه من المثقفين.
من المثقفين. الكلام كان عن المثقفين، معاملة المثقفين له. وإن اختلف بعضهم معي في الرأي والرؤية، فلم يكن ذلك سببا لأن يفسد الود بيننا، فقد كانوا يقدرونني كإنسان وواحد من شباب الباحثين. إذن في تقدير في تقدير له اللي هو بقى هنا سؤال: بما وصف الكاتب تعامل المثقفين في المجتمع الأمريكي مع النظرة الدينية؟ لا. التقدير على المستوى العلمي والإنساني؟ صح، التقدير على المستوى العلمي والإنساني. الاحتفاء بتفوقه ومنحه جائزة رفيعة، احنا بنقول المثقفين والمجتمع. التقدير على المستوى العلمي والإنساني، المعاداة نتيجة الاختلاف، ما حصلش. طيب نروح للسؤال رقم 48. اللافت للنظر ان في الامتحان 2025 ان علاقة الجمل ما جابش الا مرة واحدة، برغم ان النماذج الاسترشادية تقريبا كلها كان بيجيب لي 3 علاقات او 4 علاقات، 3 علاقات او 4 علاقات، يعني سؤال علاقة الجمل ديت 3 مرات او 4 مرات. هنا في الامتحان 2025 ما جابليش الا سؤال واحد على العلاقة، بس كده علاقة الجملة بما قبلها موجود، علاقة الجملة بما قبلها موجود، حتى هي مختلفة عن باقي الامتحانات في ايه؟ ان استنتج علاقة قوله. انت قايل قبل كده واحنا حالين في الاسترشادي يا استاذ اول ما تشوف لكن او بل استدراك. طب انا بدور هنا ما فيش استدراك، السؤال فيه غلط، السؤال ما فيش فيه غلط، لان هنا لو انت رجعت للفكرة الثالثة معانا هنا، تعالى هات لي الفكرة الثالثة هنا اللي هي بقى فيها اهي الفكرة الثالثة: ولم يقلل ذلك من عزيمتي ولم يصبني بالإحباط. قمت حابة أتأكد بل شد ذلك من أذر، هي استدراك وتوكيد، ما هي توكيد هنا أيضا. ولم يقلل ذلك من عزيمتي ولم يصبني بالإحباط بل شد ذلك من أذر، تأكيد اللي هو استدراك أيضا. ما هو الاستدراك منع توهم خطأ وإعطاء حكم آخر. طب وهنا تأكيد لما قبلها ان ما اصبت، عشان بيقول لك لم يصبني، فانا باكد ان ما اصبنيش بل ازيد كمان، بل انا اصبحت عندي قوه ونشاط اكثر، فاذا هتبقى تاكيد لا تفسير ولا تعليل ولا اجمال، انما تاكيد لما قبلها. طيب السؤال 49 بيقول لي: استنتج المغزى من قول الكاتب سوف ترى في يوم من الايام ما انا فاعل. هو بيتكلم على الشخص اللي كان بيعاديه، فهو هنا ده اداله ثقه. يعني لو انت رجعت وقال لك سندجه من خلال الفكره الثالثه اللي هي الفكره الاخيره اللي احنا كنا بنقراها برضه اهي: ولم يقلل ذلك من عزيمتي ولم يصبني بالاحباط بل شد ذلك من اذري وامدني بالطاقه هائله، وكنت اقول في نفسي سوف ترى في يوم من الايام ما انا فاعل، وقد تحقق ذلك بالفعل، وتصادف اننا تقابلنا بعد ذلك في احد المؤتمرات العلميه، وقد تسلمت خلاله جائزه بيتر دي باي ذات المقام الرفيع، وقد جلس هذا الشخص في الصف الأول أمامي ضمن المشاركين في الاحتفاء بالمصري من جامعة بنسلفانيا، اللي هو الشخص اللي كان طبعا بمعارضه وبيكرهه وبيعاديه، الشخص اللي كان معادي للمصريين عموما، لكن المصريين في شخصية أحمد زويل عرفوه أن المصري لا يعرف المستحيل وأنه يثبت مكانه في أي مكان. اللي بقول لك اثبت مكانك انت وركز واثبت للجميع انك قد المسؤوليه وانك هتقدر ان شاء الله تحقق ما تريده ان شاء الله، لان الله سبحانه وتعالى فيما معنى الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي، لذلك بنقول فاحسنوا الظن بالله وعلى نياتكم ترزقون. استنتج المغزى من قوله سوف ترى في يوم من الايام ما انا فاعل في سياق الفكره الثالثه تاكيد توعده برد الاهانه، هو ما اهنوش. اظهار غضبه من عنصريه زميله، لا طبعا ما كانش. لو عاوز يقول ان هتشوف بس هتشوف بقى بايه؟ بانجازاتي باعمالي. اظهار الشماته، لا، تاكيد ثقته في نفسه ان انا واثق ان هقدر اعمل ايه، واستنفار طاقته للتفوق. تمام. طيب نروح للسؤال رقم 50. السؤال رقم 50 والاخير في الاختياري معانا. لا لسه في بقى سؤال تاني عشان احنا قلنا الاختياري هيبقى 51. ذكروني كده عشان ما ننساش. استدل من خلال فهم الموضوع على ان الابتكار والتفوق العلمي يتطلبان توافق. خلي بالكم، الابتكار والتفوق العلمي ماله، والتفوق العلمي ماله، يتطلبان توافر الامكانات المناسبه والعلاقات الطيبه بين الزملاء والرؤساء. طيب تعالى كده نشتغل عليه. انا عاوز كده الامكانيات المتاحه والعلاقات الطيبه. تألم زويل وجرحت مشاعره بسبب اعتقاد الدارسين الامريكيين. الاجابه خطا. انا عاوز هنا زويل تفوق ليه؟ لان اتيحت له الظروف المناسبه بالاضافه علاقات طيبه ما بينه وبين الزملاء والرؤساء.
أظهر المثقفون في أمريكا تقديرهم لأحمد زويل كإنسان وكباحث ولم تتأثر مودتهم باختلافهم. هو جاب هنا العلاقات الطيبة، تمام؟ فسيب دي دلوقتي. تضاعفت طاقة أحمد زويل على البحث والدراسة لتوافر المختبرات وأجواء التعاون مع الزملاء والأساتذة. بالله عليك أنا كنت سايب بقى ألف باء، لا الغي باء بقى عشان نقارن، الغي باء لأن باء جابت بس إيه الوئام والعلاقات الطيبة، أما جيم فجابت لي إيه بقى؟ خلي بالك جيم هنا أتت بالعنصرين اللي هو الظروف والإمكانيات المناسبة والعلاقات الطيبة. فالإمكانيات المناسبة اللي هي إيه؟ البحث لتوافر المختبرات، واجواء التعاون دي العلاقات الطيبه. يبقى اذا هي جيم هي الصواب. جيم يا شباب هتبقى معانا هي الصواب معانا. طيب حصل زويل على جائزه بيتا، مش ديت اللي يثبت تفوق، مش هي ديت اللي بتدل على مش هي ديت الابتكار والتفوق العلمي بيتطلبان توفير الامكانيات. مش فين الامكانيات هنا اللي متاحه هنا؟ مفيش فيه. فده طبعا خطا، ده الخطا. تعال بقى على السؤال رقم 51. فالسؤال رقم 51 دايما زي ما انا بقول لك الموازنه بتروح فين على الموازنه؟ شوف هيوازن ما بين ايه وايه. فبيقول لي وازن، طالما دي سيره ذاتيه اكيد هيوازنني بطه حسين، اكيد في كتابي سيره الايام. الايام في السيره الذاتيه الايام. وازن من خلال فكرتين بين رده فعل كل من طه حسين والكاتب تجاه التقليل من شأنه. ردة فعل طه حسين والكاتب، كل واحد منهم عمل ايه؟ طيب احنا عارفين قرأنا المقال اللي قرأنا السيرة الذاتية عن أحمد زويل اللي هو بيقول ولم يقلل ذلك من عزيمتي ولم يصبني بالإحباط بل شد ذلك من أزري. والفكرة دي احنا قرأناها لأن هي الفكرة الأخيرة اللي احنا قرأناها. تمام؟ طيب يعني هنا ايه؟ الراجل رد، ما استسلمش، أثبت للجميع إنه كفء بهذا المكان وإنه جدير وإن ما فيش حد لا يوجد مثله هناك في هذا المكان. طيب أما طه حسين وقد استقر إذن في نفس الصبي لما عاد من القاهرة توقع أن يكون في معاملة وفي مقابلة مثل أخيه على الأقل، مثل أخيه، لكن وجد فتور والمعاملة كما هي كأنه لم يسافر. فبيقول إيه؟ وقد استقر إذن في نفس الصبي أنه ما زال كما كان قبل رحلته إلى القاهرة، قليل الخطر ضئيل الشأن لا يستحق عناية به ولا سؤالا عنه، فهذا ذلك غروره، وقد كان غروره شديدا وزاده ذلك إمعانا في الصمت، الانطواء والعزلة، وعكوفا على نفسه وانصرافا إليها. بعكس الثاني الكاتب أثبت أنه كفء. طيب إذن وزن من خلال الفكرة بردة فعل كلاهما آذاه التقليل من شأنه، فانطوى طه حسين على نفسه، صح، الاثنين اتأذوا. فانطوى طه حسين على نفسه ماشي، ولكن الكاتب ازداد إصرارا على تحقيق ذاتي. صح، ألف صح الاثنين صح. طب تعال نكمل كده. كلاهما أدرك أنه قد تعجل. لا، كلاهما ما أدركوش أنه تعجل. طه حسين أدرك أن عليه أن يعيش لنفسه خطأ. ما تكملش بعدها، هي في خطأ ما تكملش بعدها بقى. الكاتب تصادم مع من قلل من شأنه. لا، خطأ، لم يتصادم مع من قل. إذن فالإجابة هتكون ألف، إن الاثنين تأذوا من التقليل من الشأن، لكن أحمد طه حسين انزوى على نفسه، انطوى على نفسه وانعزل عن نفسه. أما الكاتب اللي هو أحمد زويل عندنا طبعا لا، كان عنده إصرار على تحقيق ذاته. طيب على تحقيق ذاته. نروح للأسئلة المقالية بقى، نروح للأسئلة المقالية معانا. في الأسئلة المقالية السؤال المقالي اللي على القراءة المعلوماتية، القراءة المعلوماتية يجي لي عليها سؤال مقالي اللي هي هنا بنتكلم على أمن المعلومات. الفكرة هنا جابها لي الفكرة الأخير، ودايما السؤال ده خلي بالكم بدرجتين يا شباب، وفي الغالب بيطلب مني 4 يا مقترحات يا 4 أدلة. أما يقول 4 أدلة هاتها من النص اللي موجود قدامك. طب 4 مقترحات حاول تجيبها العكس، لو كانت ديت حلول هات العكس بقى لو أنا ما حلتش إيه اللي هيحصل. يعني هنا مثلا بيقول لي توقع 4 من المخاطر والمشكلات التي تترتب على الإخلال بالمبادئ الأربعة المذكورة في الفكرة. في هنا مبادئ 4 عشان حماية أمن المعلومات. طيب إيه هي المخاطر والمشكلات اللي لو أنا أخليت بالمبادئ الأربعة ديت هتحصل؟ العكس بقى. يعني مثلا هنا فأمن المعلومات يهدف إلى الحماية من انتهاك الخصوصية بالسرقة أو الاختراق أو إساءة الاستخدام أو الإتلاف أو التزييف والتحريف غير المصرح به. لذلك ويقوم أمن المعلومات على 4 مبادئ اللي هي بتعالج بقى دي، اللي هي ايه بتعالج دي، اللي زي ان هو في الاول قال لك ايه؟ امن المعلومات يهدف الى الحمايه من، هات لي انت بقى دول. يعني انت ممكن تستخدمه يبقى انتهاك، واحد انتهاك الخصوصيه بالسرقه، اختراق، انتهاك الخصوصيه بالسرقه او الاختراقي، اساءه الاستخدام الى الاخرين، الاتلاف او اتلاف ممتلكات الاخرين، التزييف والتحريف غير المصرح به، تمام،
تعطيل مصالح الآخرين نتيجة نتيجة إتلاف ممتلكاتهم. تعطيل، هتقوم قايل تعطيل مصالح الآخرين. يبقى كده أنا عملت كام واحد؟ كم مبدأ؟ 4. أنا بعمل 3، لا هيبقى 4. عملت كام؟ 4. كل واحدة وأعمل 1 و2 و3 وأنت ماشي بقى عشان المساحة معانا، وأنت ماشي 4، لأنه هيبقى كل واحدة عليها نص درجة، وهي من عندك من القطعة ولا تترك. والإجابة خلي بالك في بعض الأوقات يقبل، بيجي لك كده يقبل من الطالب الإجابة، بس بشرط انها تكون في داخل الموضوع. فبالتالي هاتها لي من هنا، هاتها من فكرة اهي، ما هي طلعناها من فكرة اهي. طيب نروح لطه حسين. طه حسين نفس الحكاية، بيقول لي هات 4 أدلة من الفكرة على شعور الصبي باللهفة والترقب. ان في شعور صبي باللهفة والترقب دي لما جه ابن خالته، لما عرف ان ابن خالته جاي له، فهو في عنده لهفة منتظر ابن خالته في المجيء عشان يكون انيسه، يكون انسه. فتعالوا نشوف كده، بس هات 4 أدلة يعني من الفكرة. هنا بقى من الفكرة بقى اهي، من الفكرة مش هتغير حاجة. بيقول 4 أدلة. نقرأ الفكرة كده الأول. وقد أرك الصبي ليلته كلها ولكنه كان أرقا فرحا مبتهجا، فيه كثير من تعجل الوقت واستبقاء الصبح، وقد ذهب الصبح إلى درس الحديث. طيب تعالوا نطلع واحنا ماشيين كده. أرق الصبي ليلته كلها، أدي 1، ولكنه كان أرقا مفرحا مبهجا، كده 1 معايا. في كثير من التعجل، يعني في تعجل الوقت واستبطاء الصبح، ادي 2. قد ذهب الى درس الحديث فسمع صوت الشيخ وهو يتغنى بالسند والمتن ولكنه لم يلقى هتقول لكنه لم يلقى الى الشيخ بالا ولم يفهم عنه شيئا، ادي 3. وذهب بعد ذلك الى درس الفقه فاستمع له لانه لم يجد عن ذلك بدا، فقد كان اخوه اوصى به الشيخ، وكان الشيخ يحاوره وينظره ويضطره الى ان يسمع له ويفهم عنه. ثم عاد الصبي الى الغرفه في الضحى فانفق وقته هادئا قلقا. يبقى ده 4 هادئا قلقا. يبقى دي ال4 أدلة اللي بتدل على شعور الصبي باللهفة ولا ايه؟ والترقب. تمام. انا جبت حاجه من عندي ما هي موجوده من داخل الفكره. السؤال بدرجتين ايضا، وكل دليل هيبقى بنص ايه؟ درجه. ما تستسهلوش بالله عليكم في دي يا شباب. طيب نروح للسؤال 54. السؤال 54 سؤال نحو بدرجتين، وخلي بالك وركز عشان هيجي لك فيه 4 تكات فيه، 4 حاجات فيه، عشان كل جزئيه عليها نص درجه. طيب يكافئ المعلم الطلاب المتفوقين ذوي الدرجات النهائية. عاوز ابن الفعل المضارع للمجهول. تمام. قبل ما اروح ابني الفعل المضارع للمجهول لازم نجعل الفاعل واحذفه. طب انت ليه بتحب انت يا استاذ بالذات تبدا بالفعل وما تبداش بالفعل؟ عشان ممكن الفعل يكون بعده مضاف اليه او يكون بعده نعت، فانا لما احذف الفاعل هحذف المضاف اليه اللي بعده، هحذف جمله الاضافه اللي بعده، هحذف النعت اللي بعده. فهمتني بدي؟ المرتبط بالفعل. طيب فين الفاعل هنا؟ المعلم، ادي انا حذفته. طب المعلم هنا فاعل بس، مفيش بعده لا نعت ولا مضاف اليه، خلاص. طب فين المفعول به؟ الطلاب. الطلاب دي المفعول به، والمتفوقين دي النعت. تمام. ذوي الدرجات النهائيه، المتفوقين ذوي الدرجات النهائيه دي نعت ايضا، دي نعت للطلاب. خلي بالك يعني انت عندك الطلاب مفعول به، وعندك هنا في عندك كافأ من الافعال بتنصب مفعولين. تمام. فالمعلم فاعل والطلاب مفعول به اول، وذوي الاحتياجات اللي دي ما هيبقى مفعول به ايه؟ ثاني. ليه؟ لان يكافئ المعلم، كافأ المعلم، كافأ منح واعطى. كافأ ايه؟ انت شكلك هبطت يا استاذ في الاخر على نهايه الامتحان. كافأ من الافعال بتنصب مفعولين. ارجع للكلام، مش هنقص دي خالص، مش هنقصها. ارجع للكلام خالص تاني. هي كافأ من الافعال بتنصب مفعولين. كافأ المعلم. ماذا كافأ المعلم؟ كافأ الطلاب. ان كافأ دي الفعل، انا حذفت الفعل، والطلاب دي المفعول به، والمتفوقين نعت، ذوي نعت تبقى ايضا. خلي بالك ذوي الدرجات ما هي نعت للايه؟ للطلاب. طلاب المتفوقين ذوي الدرجات. طيب انا ليه قلت لك كده بقى؟ انا حذفت الفاعل. طب هجيب المفعول به الطلاب. طيب هقول المتفوقين ولا المتفوقون؟ المتفوقون. ليه المتفوقون؟ لانها نعت للطلاب. طب هقول ذوي ولا ذو؟ هقول ذو الدرجات، وذو الدرجات النهائيه. طب انا جبت نائب الفاعل وجبت النعت بتاعه ذو. خلي بالكوا اهي ذو دي عليها نص، وده عليها نص، وده عليها نص، دي نص ودي نص ودي نص. هنا بقى هاجي بقى ايوه دي يكافئ
أنا الفعل المضارع عند بناء المجهول بضم الأول وافتح ما قبل الآخر، يبقى يكافئ. خدت بالك فيها في الشكل؟ يكافئ الهمزة على الألف عشان مفتوح ما قبلها وضم ما قبلها. يكافئ، يبقى يكافئ الطلاب المتفوقون ذوي الإيه؟ الدرجات. ويبقى كده عندك 4 تنصاص بدرجتين. تمام؟ ثم السؤال ال 55 اللي هو في المقالي معانا اللي ب4 درجات. السؤال دي ب4 درجات يا شباب اهي، بقى واضحه معاك اهي ب4 درجات. هنا جاب لي كان جاب لي في 2025 كلمه ختاميه، والكلمه الختاميه زي الكلمه الافتتاحيه. الكلمه الافتتاحيه بيفتتح فيها الندوه او المناقشه اللي هتبقى عندنا افتتاح للندوه. طب الكلمه الختاميه طبعا ختام للندوه، وهيبقى لنا حصه للتعبير ان شاء الله وكيفيه كتابته، كيفيه كتابه التعبير فيها، لان ديت ب4 درجات، و4 درجات مهمين جدا يا جماعه ان احنا نعملها. طيب بكده خلصنا امتحان 2025 معانا. يا رب ان اكون وصلت لكم المعلومه، ما يكونش فيه غموض في بعض الاوقات وزلت لك الغموض. اعذرني لو كان في ارهاق او تعب، معلش في ديت، لكن الاهم توصيل المعلومه انها تكون وصلت لك. وفي الختام اوجه لك نصيحه: اجتهد اجتهد اجتهد، اسعى واجتهد وخذ بالاسباب، خذ بالاسباب، لا تصاب بالاحباط، لا تنظر الى غيرك، انظر الى نفسك، وضع هدفك امامك، ضع هدفك امامك، واعلم بان الباقي من الوقت عباره عن ساعات، لم يعد هناك ايام. امام كل ماده ساعات، يعني العربي وانت بتسمع ديت ممكن يكون باقي قدامك عدد بضع ساعات. فلذلك كل وقتك الآن هو في المذاكرة والجد والاجتهاد ومعرفة كل مادة هتتعامل معها ازاي، وإن شاء الله ربنا هيكرمك، إن شاء الله ربنا هيكرمك ويحقق لك أملك، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فأحسن العمل حتى ينفذ الله سبحانه وتعالى وعده الذي وعده في القرآن الكريم. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.